قصة مرعبة. شاب بيصحى في يوم من الأيام على خبر إن النت اتقطع عن العالم كله، وإنه مش هيرجع تاني، وإن شبه حياته اتوقفت تماما. يا ترى الشاب ده ممكن يعمل إيه ساعتها؟ أهو ده اللي بيناقشه فيلم ريستارت. بس يا ترى الفيلم يستاهل السينما ولا لأ؟ كملوا معايا الحلقة. هي المقدمة قلبت رعب مني كده ليه؟ الحاجة دي ما بتطلعش للغاليين، هتخليك في قوة 2000 حصان يا عريس. انت اتجنيت يا بودي. رجها الاول. ما تقلقش يا عم، اهو برجها اهو جاي يا حبيبتي. قصتنا بتدور عن محمد، شاب بسيط عنده فكرة ابليكيشن هدفه إنساني لمساعدة الناس، وبيحلم إن الدولة تنفذ له الفكرة دي، ولكن ما بيلاقيش أي تقدير خالص، علشان بعد كده يجيله شخص يعرض عليه هو وعيلته إنهم يدخلوا مجال السوشيال ميديا والترند، وبالفعل بيوافقوا على ده، لكنهم ما بيبقوش عارفين إن بعد كده حياتهم هتتقلب 180 درجة. طيب نروح للمميزات. خلينا متفقين ان فكرة السوشيال ميديا وتأثيرها على الناس بقينا بنشوفها مؤخرا في افلام ومسلسلات كتيرة، لكن المختلف في فيلم ريستارت ان المؤلف ايمن بهجت قمر قرر انه يقدم الفيلم من زاوية تانية، ويطرح سؤال مهم قدام كل مشاهد بيتفرج، وهو انك لو في يوم من الايام النت اتقطع انت حياتك هتبقى عاملة ازاي؟ واعتقد ان دلوقتي النت ما بقاش مقتصر بس على السوشيال ميديا، لا ده احنا حياتنا كلها تقريبا قايمة على النت، كشغل بقى ككل حاجة. وكمان في نفس الوقت الفيلم بيعرض لك نماذج احنا بنشوفها في الواقع، واوقات كتيرة جدا واحنا بنقلب كده في الفيديوهات بنلاقي ناس بتقل من نفسها ومن قيمتها علشان خاطر حاجة واحدة بس، الترند والفلوس. فكل الكلام ده الفيلم كان بيناقشه جوه الأحداث، والحقيقة إن أسلوب الكتابة في الفيلم كان ذكي جدا، لأنه قدر يقدم الفكرة بطريقتين، بالطريقة الكوميدية وبالطريقة اللي فيها دراما. في النص الأول الفيلم بيقدم لنا شخصية محمد وبنتعرف عليه وعلى عيلته مرورا لحد ما بيدخلوا في قصة السوشيال ميديا، وهنا عناصر الفيلم كلها بتبقى في أحسن الأحوال. بداية من تسلسل الأحداث الفيلم بيدخل على طول في القصة، وده كان مخلي طول الوقت الإيقاع سريع خاصة في النص الأول. كمان من ناحية الكوميديا، ودي نقطة مهمة قوي، لأن في إعلان الفيلم أنا ما ضحكتش في أي لقطة وما كنتش متخيل إني هضحك في الفيلم ده، بس لأ كنص أول اللي يعتبر كان فيه كل الكوميديا، الفيلم فيه مواقف كتيرة ضحكتني، خصوصا كمان بقى الناس اللي بتحب تامر حسني، فانا اضمن لكم مليون في المية ان انتوا هتضحكوا من قلبكم في الفيلم ده. لكن برضو لو جينا نقارن مستوى الكوميديا في الفيلم ده بمستوى فيلم البدلة اللي هو نفس البطل ونفس المؤلف، فبالنسبة لي فيلم البدلة الكوميديا كانت اعلى واكتر فيه، وده لان الفيلم كان هدفه من اول دقيقة لاخر دقيقة هو الضحك، انما فيلم ريستارت عنده فكرة ورسالة بيحاول ان هو يقدمها. وهو ده بقى النص التاني لما بندخل في موضوع السوشيال ميديا وازاي بتأثر على الناس، ولما النت بيتقطع عن العالم كله، هنا بنبدأ نشوف رسالة الفيلم والمشاهد الدرامية. واكتر حاجة عجبتني في النص التاني هي المشاهد اللي شفناها بعد ما النت اتقطع، ودي تقريبا حاجة جديدة انا مشوفتهاش قبل كده في فيلم مصري، انه يوريك ايه اللي ممكن يحصل لو النت اتقطع، وان الحاجات اللي ممكن تحصل محدش ممكن يتوقعها او تيجي في باله. عشان كده لازم اشيد برضو بالمخرجة سارة وفيق اللي كان ليها دور مهم جدا في تقديم المشاهد دي، وده يعتبر تالت تعاون ليها مع تامر حسني بعد فيلم مش انا وتاج، وبالنسبة لي فيلم ريستارت هو افضل تعاون بينهم، لان في الفيلم ده احنا بنشوف المخرجة سارة وفيق متمكنة اكتر من ادواتها، سواء ادواتها الكوميدية، وبصراحة هي فاجئتني في اكتر من مشهد كوميدي عرفت انها تطلعه بشكل كويس. كمان المشاهد اللي انا بتكلم عنها لما النت اتقطع برضو كانت مشاهد حلوة جدا. مضيت مع الجوكر. كان عندي تحفظ. تحفظ يا رحمز. بالنسبة للأداء التمثيلي فكان جيد من الجميع، تامر حسني بيقدم أداؤه المعروف عنه، حتى أسلوبه في الكوميديا اللي بيكون شوية معتمد على الإيحاءات موجود في الفيلم، علشان كده في رأيي أنا شايف إن الفيلم مش مناسب قوي للمشاهدة العائلية، علشان في مشاهد وكلام مش هيبقوا أحسن حاجة. هنا الزاهد أدائها كان لذيذ رغم إن في مشاهد كنت بحس إن هي بتستظرف فيها، بس في المجمل كميتها مع تامر حسني كانت لذيذة. طول الوقت انت هتشوف كر وفر بينهم، فده برضو كان بيطلع كوميديا في احداث الفيلم. اما بقى باسم سمرة فالراجل ده وصل لمرحلة
إنه لو ظهر في مشهد وما اتكلمش ولا كلمة هو كده كده جامد. يعني هو في الفيلم باسم سمرة عادي، أداؤه عادي، بس بكاريزمته وبحضوره أنت تحس إن هو أداؤه جامد. محمد ثروت بقى بالنسبة لي أنا شايف إن هو كان نجم الفيلم، كل مشهد ليه كان بيظهر كان بيضحكني، الشخصية بتاعته كانت حلوة جدًا بصراحة. السيد أسامة أداؤه كان كويس، الشخصية ما كانتش مساعداه أوي إنه يقدّم كوميديا أو إنه يبرز إمكانياته، بس أنا حسيت إن شخصيته شبه بالضبط برضه شخصيته في مسلسل خالد نور ولد نور خالد، يعني اللي شاف المسلسل وشاف الفيلم مش هيحس بفرق خالص بين الشخصيتين. كمان برضه ضيوف الشرف اللي ظهروا في الفيلم السيناريو عرف يستغلهم وقدّمنا بيهم كوميديا نوعًا ما كانت كويسة. وبس كده المميزات خلصت، نخش في العيوب. عيوب الفيلم زي ما انا قلت لكم، الفكرة تعتبر اتقدمت باسلوب كوميدي في النص الاول، في النص التاني لما دخلنا بقى في موضوع قطع النت بدأنا نشوف مشاهد درامية كتيرة، وللأسف بعضها ما كانش ليه لازمة، ولو كانت المشاهد دي اتشالت بالشخصيات الفيلم كان هيكمل عادي. يعني مثلا شخصية عصام السقا ما حسيتش ان هي ليها تأثير قوي على الأحداث. نفس الكلام مع شخصية السيد أسامة وشخصية الفنانة الكبيرة ميمي جمال. عندنا هو 3 شخصيات الكتابة كانت محتاجة تشتغل عليهم أحسن من كده. فأنا باتكلم في نقطة إن لو المشاهد دي كانت اتشالت وعلينا شوية من نسبة المواقف الكوميدية الموضوع كان هيبقى أحسن، خصوصا إن إيقاع الفيلم هبط خالص في النص التاني على عكس النص الأول اللي تقريبا ما كانش فيه أي لحظة ملل. إنما في النص التاني لأ، في ملل وهتحس إن الأحداث بقت بطيئة. تاني حاجة كان في كده مشاهد كوميدية في الفيلم ما جاتش معايا بضحك، حسيت ان هي فيها استظراف. نهاية الفيلم برضو خصوصا اخر مشهد بالظبط، مشهد اقل حاجة تتقال عنه انه مشهد عبثي، بس علشان ده فيلم كوميدي فانا هعديها. الموسيقى التصويرية في الفيلم كانت عادية، حتى الاغاني يعتبر ده اقل فيلم لتامر حسني من حيث الاغاني. الفيلم ما كانش فيه تقريبا غير اغنيتين او 3، وكانوا اغاني عادية مش اللي هي الاغاني القوية بتاعت تامر حسني. وكده العيوب خلصت، نروح للتقييم النهائي. تقييمي لفيلم ريستارت هو 6/10. أنا شايف إن الفيلم ده هيبقى مناسب جدا كخروجة في العيد، خصوصا إن العيد السنة دي أساسا مفيهوش غير فيلمين، ريستارت والمشروع إكس. فالفيلم هيبقى مناسب كخروجة لذيذة كده مع صحابك. كمان الفيلم مناسب جدا طبعا لعشاق تامر حسني، دي حاجة مفيهاش كلام. وفي النهاية رأيكم انتوا أهم، اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم لايك وشير واشتركوا في القناة لو أول مرة. وشكرا جدا على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.